جميلة: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. أنت أخي الحبيب نعم الرجل لو كنت تصلي من الليل، وأنت أختي الفاضلة نعم الأخت ونعم المسلمة ونعم المؤمنة إن كنت تصلين بالليل، وإلا فلا. أيها الدعاة إلى الله، أيها العلماء، أنا أستغرب وأعجب كيف لداعية إلى الله يريد أن يتحرك بين الناس ليؤثر في قلوبهم وليشكل عقولهم وهو ليس من أهل قيام الليل. لا يكون ذلك ورب الكعبة، فالليل علامة الصالحين ومدرسة الصالحين، الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين. وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا على الأرض جباههم وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه. فوالله إن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. ولذا أقول بملء فم: من زعم أنه من الصالحين وهو لا يصلي من الليل فليعلم أنه أحد الكذابين. ده كلام شديد أوي، كلام شديد، ما تعودناش منك اللهجة دي يا مولانا. لا، هذا هو الحق، هذا هو الصدق. جبت الكلام ده منين؟ إنه كلام سيد الصالحين، إنه كلام سيد المؤمنين، إنه كلام سيد المرسلين، إنه كلام إمام المتقين وقدوة المحققين صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. لا 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 لا، اسمع الكلام ده تاني، اسمع الكلام الغالي تاني من النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. إذن هذه علامة الصالحين، هذه سيمة الصالحين، قيام الليل. قيام الليل. أين أنت يا من ضيعت الليل كله أمام الأفلام والمسلسلات والمباريات؟ أين أنت يا من ضيعت الليل كله بالتنقل أمام الشاشات والفضائيات، ولم تركعي لرب الأرض والسماوات ركعات، ولم تفتحي كتاب الله جل وعلا، بل ولا حتى كتابا من كتب أهل العلم، كما كان يفعل الإمام مالك رحمه الله، يقيم